السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم من جديد. فيديو جديد. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الكيكة بالشكلاط اللي كتجي بصراحة لذيذة ورائعة ومكونات جد سهلة. بقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. نبداو على بركة الله. بالنسبة للمكونات، بالنسبة لهاد الكيكة بصراحة كتجي رائعة وكتجي هشيشة. بالنسبة للمكونات، مكونات جد سهلة. بالنسبة للمكونات كنحتاجو واحد 3 البيضات، كاس ديال الحليب، كاس ديال السكر سنيدة، عندي هنا كاس إلا ربع ديال زيت المائدة، عندي هنا رشيشة الملحة، عندي واحد 250 غرام ديال الدقيق ما يعادل 2 كيسان ونص، عندي هنا واحد الفانيا، عندي 3 الخمارات. صافي هادو هما المكونات. واحد 2 شاصيات ديال بودر كاكاو. صافي هادو هما المكونات. غادي نطلعوا البيض ديالنا. غادي نجيب واحد الاناء، ما غاديش نحتاجو الطرابه الكهربائيه، فقط الطراب اليدوي. صافي هنا ضفت واحد 2 بيضات، عفوا 3 البيضات. غادي نضيف عليهم رشيشه الملحه باش نصحوا الذوق. غير تبعوا معايا مرحله بمرحله، وغادي نعاود نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. بصراحه هاد الكيكه راه كتجي رائعه وكتجي هشيشه. صافي هنا ضفنا 3 البيضات، رشيشه الملحه، واحد شاصيه ديال الفاني، وغادي نضيف كاس ديال السكر سنيده اللي عبرته بكاس ديال العنبه، وغادي نطرب الخليط ديالي حتى يضاف ليا الخليط ديالي شويه. نخدموا داك البيض واحد 2 دقائق ولا 3 دقائق. طربنا البيض واحد 2 دقائق ولا 3 دقائق. ضفنا كاس ديال الحليب. دابا هنا غادي نضيفو الدقيق. راه الدقيق عندي هنا، راه الدقيق راه مغربلاه. خديت انا هنا واحد 2 صاصيات ديال داك البودر، او ممكن ديروا داك البودر كاكاو المور اللي كيتباع بالعبار. وعندي 3 الخمارات. صافي هنا غادي نبدا نوضع الدقيق بشويه بشويه. غادي نضيف داك البودر كاكاو ديال الشكلاط، حيت غنديروا كيكه ديالنا كيكه يعني كلها شكلاط. صافي وغادي نضيف 3 ديال الخمارات. صافي غادي نخلط الخليط ديالي. القوام ديال الكيك راه كيجيني ما ثقيل ما خفيف. وصافي من بعد ما غادي نخلط الخليط ديالي مباشره، غادي نديروه في المول ديال الكيك، وغادي ندخلوه للفرن على درجه 180 درجه، يعني على حسب كل واحد الفرن ديالو، يعني واش غاز ولا او ضو. صافي هنا غادي نخلط الخليط القوام ديال الكيك. غادي نخلطو مزيان من الاسفل للاعلى باش ما ينزلش ليا الكيك ديالي.
ما قادينا الكيك ديالنا غادي نخويه مباشرة في المول. خديت هاد المول دهنته بشويه ديال الزبده وشويه ديال الدقيق، اي مول عندكم. صافي كنعاود نخلط القوام ديال الكيك. صافي غادي نخويه مباشرة في المول وغادي ندخلو على درجة 180 درجة. الفرن يكون بارد باش الكيك ديالنا يصدق لينا. من بعد ما غادي يطيب غادي ياخد من بعد ما غادي يطيب غادي نشكلوه. بقاو معايا حتى تشوفوا طريقه التزيين ديال الكيك. من بعد ما يوجد لينا يعني غادي نطيبو على درجه 180 درجه. غادي ياخد لينا واحد 45 دقيقه. طابت ليا الكيكه ديالي وغادي نخليها تبرد عاد نحيدها من المول. صافي هنا من بعد ما بردات الكيكه تماما صافي غادي نوضعها في طبق التقديم. غادي نوضعها في الطبسيل وغادي نقلب المول ديالي. غادي نعاود نقلبها باش نزينوها. بالنسبه للطريقه الزين ممكن نزينوها باي شكلاط بغيتو. انا غادي نزينها بشويه ديال الشكلاط الاسود اللي ذوبته. غادي ندير ندوب شويه ديال الشكلاط الاسود مع شويه ديال دانيت ديال الشكلاط اللي كيجي بصراحه رائع. وغادي نزينها بشويه ديال الفيرميسيل اللي كتكون ملونه. صافي هنا كيما شفتوا ذوبت شويه ديال الشكلاط الاسود في البان ماغي وخديت واحد دانيت ديال الشكلاط اللي بصراحه كيتواتى مع هاد الكيكه اللي كتجي بصراحه رائعه وكتجي معلكه. صافي هنا غادي نخلط داك الشكلاط الاسود مع داك دانيت ديال الشكلاط اللي كيجي بصراحه لذيذ. كيكه اللي كتجي معلكه اللي شاركت معكم كيكه بالشكلاط ودانيت وشويه الفيرميسيل اللي كتجي بصراحه رائعه.
نتمنى تجربوا هاد الكيكة وتنال الإعجاب ديالكم. إلا عجبكم الفيديو ديالي ما تبخلوش عليا بلايك وتشجيع وبارطاج مع الأصدقاء والأحباب باش تعم الفائدة وباش تشجعوني باش نزيد ننزل المزيد من الوصفات معكم واخا ما كنلقاش واحد التفاعل. هانتوما كيما كتشوفوا الكيكة ديالي كتجي بصراحة رائعة وكتجي معلكة. ممكن هاد الكيكة تحضروها على مائدة الإفطار.